سلامين. عمرك حسيت إنك محتاج تطهر وجعك؟ إنك عايز تنزل المية وتطلع منها واحد تاني؟ طب هو الوجع بيتغسل صحيح؟ هحكي لكم النهاردة قصة 4 أيوب اللي بتتعمل كل شهر إبريل في مدينة العريش. ليه لما بنتوجع ولا بنزعل بنخش ناخد دش، بنجري ننزل جوه البحر؟ عمرك سألت نفسك السؤال ده؟ في مدينة العريش في سينا في طقس شعبي بيتعمل كل سنة، بيجيله الناس من كل أنحاء الدنيا. الطقس ده اسمه 4 أيوب. في 4 أيوب الناس بتنزل البحر 4 أيام ورا بعضيها عشان تتشافى من وجع، من حسرة، من ألم، من مرض، أو حتى من حاجة مش مفهومة. وده معناه إن الناس مؤمنة إن في المكان ده، في الأرض دي، البحر ليه بركة معينة، لأن سيدنا أيوب اتشافى في نفس المكان ده. ليه البحر؟ وليه المكان ده؟ وليه 4 أيام؟ وإيه حكاية سيدنا أيوب؟ سيدنا أيوب كان نبي من أنبياء الله، وكان معروف بإيمانه الشديد وبصبره الجميل، وربنا ابتلاه ابتلاء عظيم. خسر أولاده، خسر ماله، خسر صحته، جسمه اتملى بالقرح لدرجة إن أقرب الناس ليه بعدوا عنه. وبالرغم من كل ده ما اشتكاش، ما قالش غير ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ذكرت قصة سيدنا أيوب في القرآن الكريم في سورة صاد وفي سورة الأنبياء. الحقيقة إن اللي بيحصل في 4 أيوب مش مجرد تقليد أو طقس شعب، الموضوع أكبر من كده بكتير. دي طريقة إنسانية عميقة للبحث عن الشفاء النفسي والشفاء الروحي. يعني مش لازم الشفاء ده يكون شفاء جسد. الاسم العلمي للحالة دي هو التطهير الرمزي، يعني الإنسان بيعمل حاجة رمزية أو فعل رمزي علشان يطهر بيها نفسه، زي نزوله المية مثلا، وده عشان يفرغ اللي جواه، وجع، ألم أو غيره. يعني المية هنا مش مجرد علاج جسدي، دي أداة نفسية وروحية لتفريغ الهموم، لغسل القلوب. وزي ما سيدنا أيوب اتشافى بالدعاء والصبر والمية، الناس كل سنة بتعيد الطقس ده عشان تعيش لحظة الشفاء زي ما ربنا حكالنا عليها. ومعروفة الحكاية دي خصوصاً عند الناس اللي ساكنين على السواحل، إن أول ما الواحد تضيق عليه الدنيا يروح يقعد قدام البحر ويقولك البحر بياخد الهم. ومن الأمثلة الشعبية في نفس السياق، المية بتطفي نار القلب. حتى في السينما استخدموا المية والبحر عشان يعبروا على موضوع غسل الألم والأوجاع. فمثلا في فيلم عرق البلح، لما البطلة ضاقت عليها الدنيا وانهارت انهيار كامل، جابوها نزلت المية وكأنها بتغسل وجعها جوه المية اللي هي نزلت فيها. كانت فنانتنا الجميلة سعاد حسني بتقول إن البحر هو ملاذها الوحيد وقت الحزن. أما في التراث البدوي، البحر دايما رمز للحماية، للشفاء، وعمره ما كان رمز للخطر. ودلوقتي هقول لك كم خطوة لو عرفت تعملهم هتلاقي الشفاء بإذن الله. 1. حدد وجع، يعني خليك صريح مع نفسك. انت موجوع من ايه؟ من شخص، من موقف، من شعور، من ايه؟ تاني حاجة، اعمل طقس الشفاء الخاص. يعني مش لازم تروح بحر العريش، وان كانت العريش هتنور بيك ممكن تنزل المية في اي مكان، او حتى تاخد دش في البيت. المهم النية والتسليم. تالت حاجة، اكتب. هات ورقة واكتب فيها كل الحاجات اللي وجعاك، وبعدين حط الورقة دي في المية وكأنك بتغسل قلبك من الأوجاع اللي فيه اللي انت كتبتها في الورق. رابع حاجة، اسأل نفسك، هو أنا لازم أفضل شايل الوجع ده؟ يعني لو بصيت ودققت كده هتلاقي نفسك شايل أوجاع كتير مش المفروض تشيلها أصلا، أوجاع كده ما تستحقش تتشال، عمالة تاكل فيك على الفاضي. إنك لازم تسيب الأوجاع دي، سيبها. 5 حاجة، اتكلم مع حد بيفهم، حد بتثق فيه، أو حتى الجأ لمتخصص. الطقس حلو صحيح، لكن ما ينفعش من غير الوعي، عشان ما تفضلش تاني وتفتكر إن الشفاء بيحصل في لحظة. انتبه إن في ناس بتنزل البحر عشان تشفى، لكن في ناس تانية بتنزل البحر عشان تهرب من الوجع. ولازم تعرف انت مين في دول. النتيجة من كل ده إن 4 أيوب مش مجرد طقس شعبي، ده معنى كبير لأرواح وقلوب كتير بتدور على الشفاء. لو لسه قلبك موجوع ومش لاقي طريقة، احكيلي، يمكن أقدر أساعدك تسمي الوجع اللي جواك وتفهمه وبعدين تفكر. ويا ريت اللي راح بحر العريش وغسل قلبه وأوجاعه هناك يكتب لنا في الكومنتس. وانتبهوا، ملهاش إعادة، وخلوا السعادة دايما عادة.